من لسه ما جابتش فراخ بيضة او فراخ بلدي عشان تربيهم وتعمري بيتك باقل التكاليف، هتملي بيتك خير وعمار. وطبعا الفرخة بره وسط او صغيرة بتلاقيها ب200 جنيه، لكن بعد شهر هتلاقي فرخك الحلوة دي بسم الله ما شاء الله وتذبحي منهم. وكمان الفرخة الكبيرة مش هتبقى يعني هتجيب كمان نص ما بتشتريها من بره الصغيرة. والفراخ البلدي ما بنستغناش عنها ابدا، يعني بيضة هتلاقيها اي وقت هتحبي تذبحي فراخ بلدي هتلاقيها تحت ايدك. وطبعا بدل ما بترمي الاكل في الزباله، اي بواقي اكل، عيش، شويه رز، شويه مكرونه، اي حاجه كانوا بايتين عندك وخلاص هتستغنى عنهم هترميهم للفراخ البلدي. يبقى انت كده يعني ربيتي فراخ ببلاش او باقل التكاليف. يلا عشان نشوف اسعار الفراخ ايه. بس حطونا لايك للفيديو حبايبي واشتراك في القناه، واذكروا الله وقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تحسن بها الاخلاق وتيسر بها الارزاق وتدفع بها المشاق وتملا منها الافاق، وعلى اله وصحبه وسلم صلاه دائمه من يوم خلقت الدنيا الى يوم الطلاق. واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اول حاجه بقابل بها طيوري بلمهم من الاول كده في كرتونه وافرش تحتهم حاجه واسيبهم معايا يوم. يعني مش بسيبهم في الاوضه الواسعه بقى دي، لا، بسيبهم يوم معايا في الشقه اللي انا قاعده فيها في كرتونه وتكون تحتهم كده نظيف. وبحط لهم اول حاجه بقابلهم بمعلقه سكر، ولو كانت لسه الصيدليه قافله بقابلهم بمعلقه سكر في الميه على لتر ميه. والعلف اللي هو البادي اللي هو المحبب الصغير، يعني ما يكونش ناعم قوي ولا يكون اللي هو الخشن اللي هو نامي، لا احنا بنجيب البادي اللي هو الوسط بنحط لهم على طول للفراخ البيضاء الصغيره. طبعا لو الصيدليه فاتحه بجيب كيس محلول جفاف بنحط المعلقه على اللتر برضو، وده كده بنقابل بيهم الفراخ البيضاء. ما بنحطش اكتر ولا اقل ولا اي حاجه خالص، هو ده بس كده كافيين ان هو تستقبلي بهم طيورك لحد اخر الدور. ده كده الطيور. بعد كده بعد يوم بنزلهم بقى في الاوضه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا جايبه فراخ بيضه وفراخ بلدي. هنحط بقى هنا ايه، بقسم الاوضه نصين عشان طبعا بيبقى نفس البلدي غير نفس الفراخ البيضه. كل حاجه ولها بيئتها، وطبعا بتبقى كل حاجه بتربيها لوحدها. بس بما ان الاوضه عندي واسعه فقسمتها نصين زي ما انتوا شايفين كده. بحط بقى الفراخ البلدي لوحدها والفراخ البيضه لوحدها. طبعا الحاجات دي ما بنستغناش عنها ابدا، زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هاتوها وباقل التكاليف هتعمري بيتك وتملي بيتك خير. واي وقت هتلاقي الحاجه تحت ايدك، زي ما قلت لك جالك ضيف، عندك حد تعبان بعد الشر، يعني ربنا يعافينا جميعا يا رب. تلاقي الفراخ البلدي ديت، يعني الدكاتره نفسهم بيقولوا الفرخه البلدي تشفي كده بشويه الشوربه بتاعتها، او البيضه البلدي تشفي كده لما يكون حد عنده برد، اي حد يعني محتاج اللي هو طبعا التغذيه. الفرخه البلدي تكفي كمان لما تربيها عندك في البيت. وزي ما قلت لك بتلم اي حاجه بتبقى عايزه ترميها في الزباله هتلاقيها، وتوفري طبعا هتربي طيورك بحاجات كنت هترميها في الزباله. زي ما انتوا شايفين اهوت. هقول لكم بقى على سعر الفراخ ايه. الفراخ البيضه طبعا انا جايبه عامله الفيديو دوت بقالي يومين، يعني السعر دوت كده بقالي يومين. كنت جايبه الفرخه على 21 جنيه، ده كده الفرخ الابيض. اما الكتكوت البلدي كنت جايباه ب7 جنيه ونص. طبعا الاسعار يعني الجو كان حر الايام اللي فاتت وسعرهم نزل شويه. زي ما قلت لك بقى بنحط السقايه بس بنرفع بس كده الحاجه على حاجه عاليه، وبنفرش بقى تحتهم نشاره خشب، تفرشي تبني، تفرشي قماش، اي حاجه المتوفر عندك هتحطيهم. وطبعا كنت فرشه الاول في ارضيه الاوضه حاطه جير، عشان زي ما قلت لكم وبعمل على طول في اي فيديوهات طيور، بالجير دوت معقم وبيموت اي حشرات وبيعقم لك الاوضه، واي رطوبه في الاوضه الجير ده بيمتصها. بحط الجير، طبعا الجير مش فيه اي خطر خالص، لكن واحنا انت بتحطيه زي ما قلت برضو كتير قبل كده ان انت بتخلي ايديكي كده في الارض وانت بترشي الجير عشان الدخان اللي بتطلع منه او الرذاذ ما يجيش على الطيور، وطبعا بيأثر على الجهاز التنفسي. وغير كده ما فيهوش اي خطر خالص غير ان هو معقم، وكمان يعني مفيد لكالسيوم الطيور كمان. قسمت الاوضه زي ما انتم شايفين اهوت، وادي شكاره الجير وادي التبن، وزي ما قلت لك ايه المتوفر عندك هتحطيه، تبن، جير، هدوم قديمه، اي حاجه. طبعا انا بقفل الاوضه من تحت كده علشان جبت قبل كده والفراخ ببص ما لقيتهمش، يعني كل الفراخ اللي كنت جايباها ما لقيتهاش في الاوضه، حاجه دخلت من تحت الباب واكلت الفراخ. فلما يكون عندك بقى شباك في حاجه موربه باب، خلي بالك من الحاجات البسيطه ديت عشان برضو نحافظ على حاجه غاليه ولازم نحافظ عليها. يلا عشان نعمل مع بعض احلى طاجن كبد والقوانص. كان عندي كده كام كبدايه وكام قناصه، فقلت بقى اعمل عليهم طاجن كبد وقوانص. اول حاجه حطيت معلقه سمنه ومعلقه يعني كام قطعه كده من الدهنه او الليه، وبعد كده شوحت فيهم القوانص. طبعا القوانص الاول عشان طبعا غسلتهم الاول وعصرت عليهم ليمون
وشويه دقيق تحت الحنفيه كده وفي المصفى، صفيتهم وبعد كده قطعتهم بالمقص. اول حاجه شوحت القوانص لانها طبعا بتاخد تسويه عن الكبد، وبعد كده نزلت عليها برشه فلفل اسود عشان تشيل اي زفاره تكون موجود. هنا برضو بحمر شويه بتنجاني، يعني مش هيكون الكبده والقوانص بس، حاجات بقى اكلات كده حرشه برضو جنبها. طبعا هنا وانا يعني بقيت الفيديو كده ببص مش لقيته، او التصوير كان التليفون بيصور على الفاضي، فمعلش انا اسفه. لكن كل اللي حصل بعد ما شوحت القوانص مع البصله وبينزل عليها بحبات طماطم مقطعاها قطع صغيره وبشوحها برضو معاها وبغطي عليها واسيبها الطماطم تتسبك مع القوانص لحد ما يعني خلاص هتستوي. بعد كده بضيف عليها الكبد. بعد ما بنزل بالكبده بضيف بقى عليها معلقه توم كبيره، وبحط عليها الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر، اي فلفل متوفر عندك، والبهارات ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. لو عندك بهارات كبده هتحطي، ما عندكش ما فيش اي مشكله خالص. وبعد كده بسيبها بقى واغطي عليها وبخليها 3/4 سوا. جبت بقى الطاجن بتاعي، قطعت فيه شويه بطاطس وشويه جزر وحطيت عليهم فلفل، ممكن تحطي كوسه، اي خضار عندك، بسله، اي خضار عايزه تحطيه هتحطيه. ده كده في قاع الطاجن، وبهرته بالملح والفلفل وكمان السبع بهارات. وبعد كده جبت بقى الكبد والقوانص قلبتها عليه، طبعا كبد والقوانص 3/4 سوا. وهندخل بقى الطاجن دوت، هسيبه ربع ساعه في الفرن، هولع عليه النار من تحت ربع ساعه، ولو احتاج الشوايه بولع الشوايه. وزي ما انتوا شايفين اهوت، طبعا الخضار بينزل ميته، ما ضفتش اي ميه خالص. مش عايزه اقول لكم بقى طعمه كان عامل ازاي. تعالوا بقى كده ندوق معانا اهوت. جبت بقى العيش، طبعا ممكن بالعيش تعملي شويه رز ابيض جنبه اللي انت عايزاه. هنا ادي بقى اهوت، شايفين بقى الطاجن عامل ازاي، بشويه كبد وقوانص عملنا طاجن كبير اهوت من الخضار. تعالوا بقى كده ندوق مع بعض. زي ما قلت لكم ربع ساعه بس في الفرن، مولعه النار من تحت، ولو احتاجنا الشوايه باخر بس دقيقتين تاخد بس لون. يعني لو ما عندكيش اكل او مش محتاره تعملي هتجيبي نص كيلو كبد وقوانص او ربع كيلو، يعني باقل حاجه خالص هتكفي، وهتعملي بقى عليه كميه من الخضار. وطبعا بيتطعم بقى كده من الحاجات ديت، كل الحاجات دي بتتجانس مع بعضها وبتبقى طعمها جميل. وزي ما انتم شايفين اهو، ده كان فيديو معاكم النهارده حبايبي، يا رب يكون عجبكم من رضاكم. هاتوا بقى فيديو الاساسي النهارده هو الفراخ، هاتوا بقى كده وربوها في البيت، وزي ما قلت لكم هتوفر يعني كتير قوي. وفي رعايه الله حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.